السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللايك والشير. ويلا بينا نبدأ. النهاردة هعرفكم تفاصيل قضية معروفة باسم فيلا جليم في الاسكندرية. القضية اللي حيرت رجال الشرطة. في يوم كان في بنتين اسمهم ماريا وكاترينا. هما الاتنين اخوات، وامهم وابوهم متوفيين وكانوا من اصل يوناني، بس عاشوا طول حياتهم في الاسكندرية. بعد وفاة امهم وابوهم ما كانش ليهم حد، وما عرفوش يوصلوا لأي حد من اهلهم بسبب سفر معظم الناس لليونان، وعلاقتهم كانت محدودة جدا بكل الناس. وفضل ماريا وكاترين عايشين حياتهم هما الاتنين مع بعض. وفي يوم قرروا ان هما يفتحوا محل حلويات، وفعلا فتحوا المحل وكان على الطريقة اليونانية. ولكن ماريا وكاترين سنهم كبر ووصلوا سن 60 بدون زواج، وده لان كان عندهم خوف شديد من الزواج، رغم ان كان بيتقدم لهم ناس كتير. ومع ان هما اللي كانوا بيرفضوا العرسان، لكن كان عندهم اعتقاد كبير جدا انهم محسودين او ان حد هيأذيهم بالسحر، لدرجة ان كاترينا كانت بترش مية بحر قدام المحل كل يوم الصبح قبل ما تفتح، اعتقادا منها ان ده هيبطل اي سحر مرشوش قدام المحل. وبالتحديد في شهر ديسمبر سنة 1993 بيوصل العمال اللي كانوا شغالين مع كاترينا وماريا المحل، لكن بيتفاجئوا ان المحل مقفول، وبيفضلوا مستنيين قدام المحل فترة كبيرة علشان حد يجي يفتح المحل، ولكن مفيش حد بيروح لهم. وده كان امر غير طبيعي، لان ماريا وكاترين عمرهم ما اتأخروا على المحل. وفي الوقت ده في بنت بتروح تتصل بيهم على تليفون الفيلا، ولكن مفيش حد بيرد. ولما الوقت بيمر ومفيش اي اخبار، بيقرر العمال انهم يروحوا، يمكن يكون ماريا وكاترينا في مشوار ومش عايزين حد يعرفه. لكن المفاجأة انهم لما بيروحوا تاني يوم بيلاقوا برضو المحل مقفول، وماريا وكاترينا مش موجودين. في الوقت ده بيبدأوا يقلقوا ويقرروا ان هم يروحوا عند الفيلا ويسألوا عليهم. وفعلا راحوا وفضلوا يخبطوا، لكن محدش رد عليهم. ولما سألوا بواب الفيلا اللي جنبهم يمكن يكون شافهم، قال لهم انه بقاله يومين ما شافش حد فيهم. وده خلى الشك يزيد، ويقرروا يبلغوا الشرطة. وعلى الفور بتوصل رجال الامن وبيدخلوا الفيلا، وبيلاقوا كل حاجة مقلوبة جوه الفيلا، مفيش حاجة في مكانها. والفيلا كانت مكونة من 4 غرف. اول غرفتين كانوا فاضيين، وتاني غرفتين كانوا مقفولين. ولما فتحوهم لقوا جثة ماريا وكاترين كل واحدة في أوضة، والاتنين مقتولين بنفس الطريقة. في الوقت ده رجال المباحث بدأوا التحقيقات مع كل الناس اللي حواليهم، لكن ما قدروش يوصلوا لنتيجة، لأن زي ما قلنا إن كاترينا وماريا كانت علاقتهم محدودة، وللأسف تتقفل القضية وتتأيد ضد مجهول. لكن بعد مرور الوقت، وخصوصا في شهر مارس، بيروح بلاغ من راجل اسمه عبد السلام، وهو كان تاجر انتيكات. وبيقول في البلاغ ان هو شاكك في شخص معاه طوابع نادرة جدا، وان الشخص ده راح له وعرض عليه شراء الطوابع. لكن اللي لفت نظر الراجل ان الشخص ده باين عليه ان هو بسيط جدا وغلبان، ولبسه مش احسن حاجة، وان طريقة كلامه بتدل ان هو من الارياف. وده خلى الحاج عبد السلام يشك فيه، وخصوصا انه كان في حالة ارتباك شديدة. ولما الحاج عبد السلام سأله انت جبت الطوابع دي منين، رد وقال له ورثتها عن جدي الكبير. وساعتها الحاج عبد السلام قال له انه موافق يشتري منه الطوابع، لكن يعدي عليه تاني يوم يكون جمع له الفلوس، واداله عربون 10 جنيه. ووقتها كانت ال10 جنيه دي مبلغ، وطلب منه يسيب له الطوابع، لكن الشاب ده رفض وقال له انه هيجيله تاني يوم يتم البيعة. وبيروح افراد الامن المحل عند الحاج عبد السلام وبيستخبوا وبيستنوا حضور الشاب. وفعلا بعد ساعة بيوصل الشاب المحل، وبيطلع الملف اللي فيه الطوابع من جوه هدومه، وعلى طول افراد الامن بتقبض عليه.
وبيحرزوا ألبوم الطوابع. ومن هنا بيبدأ التحقيق معاه وبيسألوه هو جاب الطوابع دي منين، وخصوصا انها كانت طوابع نادرة، وضغطوا عليه جامد جدا في التحقيقات لانهم كانوا متأكدين ان في لغز كبير ورا الطوابع دي. الشاب ده اسمه شعبان، عمره 29 سنة، من محافظة الشرقية، وكان بيشتغل في مخزن أنابيب البوتاجاز. في التحقيقات شعبان قال ان الطوابع بتاعت جده الكبير، ولكن مع الضغط عليه قال ان في واحد صاحبه اداهاله علشان يبيعهم له، وطبعا رجال الامن ما كانوش مصدقينه بسبب تغيير كلامه كل شوية. وعلى الفور بتروح قوة من الاسم المكان اللي كان عايش فيه شعبان، ومع التفتيش بيلاقوا تحف نادرة وقيمة جدا وفساتين سواريه وشنط حريمي. ومع مواجهة شعبان بالمسروقات اعترف بالجريمة وقال ان هو سرق الحاجات دي من فيلا جليم. ومن هنا بتبدأ المباحث تفك لغز قتل كاترين وماريا، وبدأ يحكي تفاصيل الجريمة وبيقول ان هو في يوم كان بيلف بالانابيب في شوارع اسكندرية، بيلاقي واحدة بتطلع من الفيلا وبتنده عليه وبتطلب منه انبوبة، وبتطلب منه انه يركب لها الانبوبة لانها مش بتعرف تركبها. وفعلا بيدخل شعبان مع الست المطبخ وبيركب لها الانبوبة، وبتتفق مع شعبان انه يروح لها كل كام يوم يغير لها الانبوبة لان الراجل اللي كان بيروح لها ما بقاش يروح. وفعلا وافق شعبان وكان مبسوط جدا لان هي ادت له فلوس بزيادة. ومع مرور الوقت عرف انهم اختين وعايشين لوحدهم، وكانوا اوقات كتير بيدوله من الحلويات اللي بيعملوها لانه كان بيعدي عليهم وهم بيخبزوها، وكانوا بيعاملوه معاملة كويسة جدا. وبالتحديد في شهر ديسمبر اخو شعبان الصغير بيتصل بيه وبيقوله ان هم محتاجين فلوس ضروري علشان يودوا ابوه للدكتور. شعبان كان راجل كسيب، بس للأسف كان بيصرف كل فلوسه على الحشيش، وكمان كان بقاله شهرين ما بيدفعش ايجار الأوضة اللي كان قاعد فيها. في الوقت ده ما كانش قدامه حل غير ان هو يخلص على ماريا وكاترين وبعدين يسرقهم، واختار تحديدا التوقيت ده علشان يبقى واثق ومتأكد ان هم معاهم فلوس اوردرات. وفي يوم الواقعة لبس وخد سكينة وراح على الفيلا ونط من فوق السور ودخل الفيلا وفتح الباب الخلفي للمطبخ وطلع ودخل الأوضة وبدأ يخلص عليهم واحدة ورا التانية. شعبان بعد ما قتل ماريا وكاترينا بدأ يسرق أي حاجة ليها قيمة في الفيلا. بعد كده راح باع الذهب وبعت الفلوس لأبوه علشان العملية. وفي يوم فتح الملف اللي فيه الطوابع بس ما كانش عارف هي ايه. وفي يوم وهو قاعد على القهوة بيقابل واحد اسمه حسين كان يعرفه من زمان. حسين ده كان محامي، وشعبان كان عارف انه هو مثقف جدا، فقرر انه يوريه الطوابع ويقوله يعمل بيها ايه. ولما حسين شاف الطوابع سأله انت جايب الحاجات دي منين؟ قال له ليه؟ قال له علشان الطوابع دي أثرية وقديمة جدا. ساعتها شعبان سأل حسين ان الحاجات دي بتتباع ولا لأ. حسين رد عليه وقال له بصراحة معرفش. شعبان فضل يفكر مين ممكن يكون بيشتري الحاجات اللي زي دي، وفضل يسأل لحد ما وصل لمكان الحاج اسماعيل وتم القبض عليه، وفي النهاية اتحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام. وبكده خلصت قضيتنا. ما تنسوش اللايك والشير. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.